السلام عليكم. انا ساجدة طالبة في كلية تمريض، وفيديو النهاردة مخصوص لأي طالب في المجال التمريض عشان الفيديو ده هيفيده، وجمعت لكم شوية حاجات هتفيدوكوا لو انتوا دخلتوا مجال التمريض. اول حاجة هتكلم عن المواد اللي انتوا هتدرسوها في سنة اولى اذا كان كلية او معهد، والمواد من حيث الاصعب والاسهل بالنسبة للمواد، وايه المواد اللي انتوا تركزوا عليها عشان عليها درجات عالية. تاني حاجة هتكلم عن حضور المحاضرات، هل حضور المحاضرات مهم ولا لا. تالت حاجة هقولكوا على قنوات يوتيوب بتشرح منهج سنة اولى، وايه هي القنوات اللي فادتني في سنة اولى وهرشحها لكم. رابع حاجة ازاي تذاكروا للعملي. العملي بيبقى عليه درجات كتير، فمهم جدا ان انتوا تركزوا عليه، ومهم اصلا تعرفوا انتوا ازاي تذاكروه. فكملوا الفيديو الاخر عشان مهم جدا تعرفوا كل نقطة. اشتركوا لايك واعملوا شير لاي حد معاكم في مجال التمريض عشان الفيديو ده هيفيده جدا. اول سنة كلية او معهد هي بالصعوبة في اللي هو كمية المواد في سنة اولى، لان كمية المواد اللي هو في سنة اولى بتبقى غالبا قليلة عن السنين الباقية. فهي الصعوبة مش في عدد المواد وكمية المواد اللي انتوا بتاخدوها، قد ما هي الصعوبة على ما تتأقلموا مع الكلية، وبتبقوا مرحلة اللي هو بتبقى مرحلة انتقالية ما بين مرحلة الثانوية عامة لحياة الجامعة. فهي بتبقى الصعوبة في كده عقبال ما تتأقلموا على المذاكرة في الكلية وكده. مهم جدا انك تجيب مجموع عالي في سنة اولى وتهتمي بالحاجة دي، قد ما هي الصعوبة اللي هو مش في التقدير، ممكن تجيب تقدير بسهولة جدا لو انت ركزت وذاكرت اول باول. لكن هي الصعوبة في اللي هي اول سنة كلية، فالمواد بالانجليزي ومرحلة انتقالية، فكل الصعوبة في كده. فانت لو عرفت ان انت تتغلب على الصعوبة دي هتعرف ان شاء الله تجيب تقدير عالي بالمذاكرة اول باول وبالمراجعة. طب ايه هي مواد سنة اولى اذا كان كلية او معهد؟ اهتموا بمادة الاساسيات، لان مادة الاساسيات بيبقى كبيرة جدا وفيها حاجات كتير اللي هو المفروض تذاكرها، وكمان الدكاترة فيها بيبقى كتير، فهي بتبقى متنوعة الاسئلة وبتبقى صعبة شوية وبيركزوا عليها. مادة الاساسيات بيبقى عليها درجات كتير جدا، فلو انت ركزت عليها ان شاء الله يبقى كده شلت هم عليك اللي هو للمواد التانية، عشان في مواد تانية غير مادة الاساسيات. زي مثلا هو من المواد الصعبة دي بالنسبة لي اللي هو المايكرو. والترم التاني بيبقى فيه فارما وكواليتي، فهنا الفارما اصلا معروفة انها مادة تقيلة، والكواليتي برضو بيجيبوا اسئلتها صعبة شوية. هي صعوبة المواد بتختلف من شخص للتاني، فانا قلت وجهة نظري، وانت برضو لما تدخل اللي هو المجال التمريض انت هتعرف ايه اللي هو الصعب بالنسبة لك فتركز عليه اكتر. لو انت عاوز بجد تدخل والامتحان في جيبك وتبقى مثلا اللي هو 80% او 85% تقفل ان شاء الله الامتحان، يبقى نيجي لتاني نقطة انك لازم تحضر محاضرات. حضور المحاضرات في الكلية شيء اساسي جدا بالنسبة اللي هو السنة الاولى، حتى عشان اللي هو اثناء ما الدكتور بيشرح بيقول وهو بيشرح كده ازاي الاسئلة مثلا اللي هو تيجي في الامتحان، وايه النقط اللي انتوا تركزوا عليها، عشان اللي هو محتوى الكلية بيبقى كبير شوية، فالدكتور بيختار اجزاء معينة اللي هو بيركز عليها. فانت تعرف ان شاء الله بنسبة كبيرة جدا ان الامتحان هيجي على النقطة دي، فانت ان شاء الله اللي هو تركز على النقط اللي هو الدكتور حددها ليك، عشان بنسبة كبيرة الامتحان هيجي على النقط دي. يبقى معاك كشكول كده اللي هو صغير تكتب الحاجات النقط المهمة اللي هو الدكتور بيسألها، واي حاجة مش بتفهمها بعد المحاضرة ممكن تسأل الدكتور، اظن مفيش مشكلة في كده. ركز جدا انك تجيب GPA عالي اللي هو في سنة اولى، عشان ده بيديك حافز ان انت تكمل السنين الجاية ان شاء الله بنفس المعدل. في ناس تانية اللي هو لا قدر الله بتجيب GPA اللي هو مش احسن حاجة في سنة اولى، متحبطوش نفسكم عشان دي اصلا اللي هو سنة اولى، فهي زي ما قلت في اول فيديو هي الصعوبة بس اللي هو ازاي تتأقلموا. فانتوا تحاولوا في اول السنة كده ان انتوا تتأقلموا على الموضوع، صعوبة المواد بالانجليزي هتمشي معاكم الدنيا ان شاء الله. النقطة التانية قنوات هتساعدك جدا، ساعدتني في سنة اولى اللي هو بتشرح اغلب اللي هو المواد اللي هي في سنة اولى. العملي بالنسبة لي كنت عندي 3 قنوات كنت بمشي عليهم طول السنة. بالنسبة للفارما قلت مادة صعبة شوية عشان بيبقى فيها ادوية كتير، فانت محتاج اللي هو تركز على كل دواء. دكتور عبد المتعال ربنا يجزيه كل خير، بجد هو اللي انقذني في الفارما، وبجد بيشرح كل تفصيلة، حتى اللي هو ممكن التفصيلات دي كلها انتوا مش عليكم، بس انا عن نفسي بستفيد من كل حاجة من اللي حضرته بيقولها. مادة المايكرو دكتور صالح، الاناتومي دكتور احمد فريد ودكتور ايمن، فيسيولوجي دكتور ناجي اسكندر ودكتور محمد فايز. رابع حاجة ازاي تذاكر للعملي. العملي مهم جدا ان انت تجمع فيه درجات، برضو زي مادة الاساسيات بتنقسم لنظري وعملي، فالعملي فيها مهم جدا عليه درجات كتير. العملي ده انت بتحفظ اللي هو خطوات عن بروسيجر معين، زي مثلا هو IV كانولا ازاي تركب كانولا، فهي بتبقى خطوات مترصصة تحت بعض، فانت المفروض تحفظ الخطوات دي مع الفهم ومع التطبيق كمان اللي هو انت تعرف تطبق. لان انت اللي هو العملي يعني ايه عملي، انت ان شاء الله اللي هو الدكتور يديك المحاضرة نظري في الكلية، وبعد ما تخلص اللي هو النظري بيبقى يوم تاني او بنفس اليوم على حسب انت في جامعة ايه،
بتروح المعمل والدكتور بيشرح لك على دول ازاي تركب مثلا اللي هو الكانولا او اي بروسيجر انت خدته في الكليه. طب ازاي اصلا تذاكره؟ انت المفروض اللي هو تحفظ الخطوات بالترتيب، وتكون اللي هو صورة اللي هو الاي في كانولا مثلا اللي هو الدكتور بيشرح تكون مرسومة في دماغك. طب لو انت نسيت ثلاث اللي هو القنوات اللي انا قلت لك هيفيدوك جدا ان انت تراجع على العملي بصورة اللي هو فيديو، عشان اللي هو شوف كل خطوة بتتعمل ازاي. وبعد كده انا كنت بحاول اشرحه لاي حد موجود عندي في البيت، وبحاول كمان ان انا اعمله عملي عشان ده بيقلل حاجز الخوف اللي عندك. وممكن برضه قبل مثلا اللي هو ما تقولي العملي للدكتور، الامتحان بقى خلاص، ممكن تشرحي لزميلتك وتحاولوا ان انتوا تفكروا بعض اللي هو عشان تقللوا حاجز الخوف ان انتوا بس اللي هو تتكلموا قدام حد. فانا مثلا لما يكون عندي عملي كنت بجيب مثلا عندي مثلا اللي هو عملي مثلا ازاي اركب كانولا، فكنت بجيب كانولا وبحاول ان انا اشرحها لنفسي، حتى اللي هو بحاول اشرحها على ايدي عشان اعرف بس اللي هو كل نقطة بعملها ازاي عشان اللي هو تثبت في دماغك. لان اللي هو انت الحفظ مش هيثبت بس في دماغك، لازم مع الحفظ والتطبيق واللي هو التكرار ده اللي هو البروسيجر هيثبت في دماغك ومش هتنساه ان شاء الله. بس كده، وده كان فيديو النهارده، يا رب اكون فدت اي حد، وحاولت ان انا اجيب كل الكومنت اللي انتوا بس قلتها لي وعن الكليه وكده، وازاي تذاكروا ومش عارف ايه، وازاي تذاكروا في الجامعه بشكل عام مش مخصوص بس لطلبه التمريض. هينزل ان شاء الله قريب. بالتوفيق ليكم كلكم ان شاء الله، وربنا يوفقكم ويحب المهنه اللي انت فيها لان اجرها عظيم جدا. وبالتوفيق ليكم جميعا.